مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. ورجعت لكم فيديو جديد أتمنى يعجبكم وينال رضاكم. فيديو اليوم هو راح أخيط وياكم الدشداشة اللي فصلناها بالفيديو السابق. عندنا هنا أخذنا قطعة من القماش اللي بقى عندنا وراح ننظف بها حفرة الدلع بهالشكل هذا. كل شي واضح قدامكم، أتمنى تستفادون من الفيديو، وإذا عجبكم أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى كل شي جديد يوصلكم. بهالطريقة هذه نظفنا داير ما يدور الدلع. هسه راح نشيل القماش اللي زاد عندنا بعد ما خيطنا بهالشكل هذا. ونقلبه بهالشكل هذا ونثبته بالخياط حتى يكون عندنا الخياط نظيف ومرتب. وحاولي تسوينه ايش قد ما تقدرين ترتبين بخياطك ويكون نظيف ومرتب حتى يطلع الدشداشة حلوة وناسكة. بعد ما كملناها خياط من الجهتين، هسه راح نخلي هذا السوتاج البسيط ونفره داير ما يدور الدلع. هسه بعد ما كملنا خياط راح نخلي هذا الكف الرمضاني شي بسيط، طلع كلش حلو ومرتب. هثبته من الأطراف بعد ما كملنا خياط بهالشكل هذا طلع عندنا فد شي حلو نازك. وهنا راح نكف الفتحة، كف الأطراف مال الفتحة اللي سويناها بالجانب ونثبت عليها كف نفس اللي خليناه بالصدر بهالشكل هذا. وهنا راح نثبت عليها هذا الكيف يعطيها جمالية وشكل حلو. هذا شكله بعد ما خيطناه. وهنا راح نبدي نطبق الدشداشة، نخلي البدن على البدن ونطبق من يم الكتف بهالشكل هذا. وبعد ما نثبتها راح ننظف حفرة الركبة من الخلف. وهنا جبنا وصلة من القماش اللي بقى عندنا وراح نغلف بيها حفرة الركبة من الخلف بهالشكل هذا. بهالطريقة هذه طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله ما بها أي تعقيد.
هنا بعد ما كملناه فتحناها بهالشكل هذا وبدينا نثبت بيها على منطقة الظهر. وهنا الردان راح نبدي نكفها، بعد ما نكفها ونخلي لها سوتاج راح نثبتها على البدن. راح اخلي لها من نفس السوتاج اللي خليته بالصدر. هذا شكلها بعد ما كملناها. راح نثبتها على حفرة البدن بهالشكل هذا، ونحاول خياطنا يكون مرتب قدر المستطاع بهالشكل هذا. هنا راح اخلي بيها كم كسرة من يم الكتف. هنا راح نطبق الدشداشة وياكم ونشوفكم شكلها بعد ما كملناها خياط. وهنا بعد ما طبقناها وكملنا راح نكفها كفة كلش صغيرة حتى تكون مرتبة بهالطريقة هذه. هواية بنات يعانون من الكفة، بنات سووها صغيرة تجي عندكم عدلة ومرتبة. بهالشكل هذا راح نكمل الكفة للنهاية. واللي هنا حابة أقولكم دمتم بأمان الله وحفظه، مع ألف سلامة. التقيكم فيديوهات جديدة إن شاء الله. البعض لا يتكرر بحياتنا مرتين، والبعض إن غادر لا يعود، وإن عاد لا يكون كما كان. البعض ينتظرنا بنهاية الطريق، والبعض ينظر إليك من بعيد. أحدهم رافقك، تعثر معك، والتقط أنفاسه بجوارك، ومد قلبه قبل يده لتعرف موضع خطوتك القادمة. والبعض معطف يقيك برد الوحدة، والبعض مظلة تقيك حرارة ألسنتهم. وأحدهم جيشك ودرعك ولسان حالك. فتريث في اختيار الرفيق، واعلم من أنت من كل ما سبق في حياة أحدهم.